خلق الله الإنسان وجعله مليء بالطاقات والإبداع والمواهب، فمتى ما استطاع هذا الإنسان أن يكتشف الطاقة الإبداعية في داخله سيتفجر نوع من الإبداع ليملأ سماء هذا الكون الفسيح بالإبداع المتميز في مختلف المجالات. هناك الكثير من المبدعين يواجهون الكثير من التحديات في بداية مشوارهم العملي، ولكن بالإصرار والعزيمة تتحول تلك التحديات إلى فرص للانطلاق إلى النجومية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم مواهب وإبداع. في هذه الحلقة لدينا موهبة استثنائية جميلة هنا في مدينة القطيع. بعد هذا الفاصل نعود وإياكم للحديث مع ضيف حلقتنا، خليكم معنا. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. بداية دعونا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشاب الموهوب حسيني محمد. أهلا بك. بداية حدثنا عن بدايتك مع موهبة التمثيل. السلام عليكم. على استضافة الأستاذ أيوب هادي. بداية التمثيل هو موهبة من الله، وأنطقتها في المجال الفني مثل اللقاءات والمسرحيات والمقالب وغير ذلك. من خلال بدايتك في موهبة التمثيل كيف وجدت تعامل المجتمع من حولك؟ أولا تعامل بين القادات من الناس اللي جهدوا بولا، لكن الحمد لله وطن استمراري، والحمد لله إن شاء الله القادم الأفضل. وفي ناس كمان ساعدوني في المجال هذا أنا وطني. هل هناك دافع يدفعك لتقديم هذه الموهبة؟ لا، عندي موهبة، أنا محلمة من زمان. عندي موهبة، أول يوم ببدأ كنت أعمل فيديو هكذا وزينا قدم الحمد لله، وبدأنا المشوار حبة حبة واستمر للناس اللي في استمر حبة. من أكثر من حفزك وشجعك في بداية مشوارك؟ كمان الأستاذة غالية، الأستاذة الحبوبة أمل محمود درم، وكمان الأخ الدكتور محمد نعيم، وكمان الأخت الممثلة أريد تركي، وجميع طاقم الممثلين والإعلاميين هم الذين يدعوني أداء استمراري في مجال التمثيل. نعم. في أي مستوى أنت الآن من مستويات التعليم؟ في الجامعة من مستوى ثالث، التخصص إدارة أعمال، كلية الإقتصاد. كونك تمتلك موهبة في مجال التمثيل، ما الذي جعلك تختار تخصص دراسي في مجال إدارة الأعمال؟ المجال أنا محل. لا، أولا أنا دخلت أول ما دخلت في الجامعة دخلت تحليل المعلومات. أنا مدرسة دخلت أنا بعدين قلت خلاص أخذت تخصص، قلت خلاص بدل تحليل معلومات أدخل في كلية الإقتصاد في الإدارة العام، في المحاسبة والتسويق والمبيعات العام، الإدارة العام العام. جميل. أيوه، ودخلت قلت أبدأ مشوار والحمد لله موفق. مستوى أول، مستوى ثالث، ومستوى ثاني، مستوى ثاني، الحمد لله توفق. والهدف اللي يوصله بعدين. هناك مجالات متعددة من مجال التمثيل، منها الكوميديا والتراجيديا والدراما. ما أكثر مجال تحب كثيرا من هذه المجالات؟ أنا بحب التغطية اليدية، أحب الكوميدي. نعم، أحب مجال الكوميديا. أنا أحب الكوميدي وأحب الدراما والأكشن من الأفلام الرعب والمقالب وغير ذلك. هناك الكثير من الممثلين سواء في اليمن أو خارج اليمن لديهم أساليب ممتازة في تقديم الأدوار التي توكل إليهم. أنت شخصيا من أكثر ممثل تتأثر بأدائه كثيرا؟ الله الوحيد الممثل الكبير الأستاذ كمال طماح والأستاذ محمد قحطان، والممثلين كلهم أحبهم جميعا، مثل الله محمد
الأستاذ آمر الموطي فنان كبير. بالطبع. أيوة، والممثلين الممتعين الممثلات الأستاذة هاجر، الأستاذة هاجري، والأستاذ إسلام محمد، وكمان الأستاذ أفضل أستاذ عندي الفنان الكبير الرائع الأستاذ يحيى إبراهيم. تحية للأستاذ يحيى إبراهيم من خلال هذا البرنامج، ولكل من ساند ووقف إلى جانب المبدع حسيني. حسيني، أنت ما شاء الله عليك لديك صفحة على الفيسبوك يعني لديها فيها ما يقارب 10,000 متابع، يعني ما أكثر محتوى جرى انتشاره كثيرا على هذه الصفحة. أولا الله رحمة، يوم ما بدأت في الله في فن المادة، أنا أول ما دخلت الفيسبوك كنا نتابع الفن المادة الأستاذ أمل محمود في قضاء دائما يوزي، كنا نتابع حبة حبة. بعدين اليوم هذا بدأت الفن المادة، دخلت حملت فيه بمعنى أنا فيه، دخلت حبة حبة، دخلوا الجمهور، دخل الأستاذ أمل والأستاذ محمد لطيف والأستاذ تليف، كلهم دخلوا حفزوني. حبة بدأت استمرت بدأت أحب. جمهورك المتواجد معك في الصفحة، يعني أكثر منطقة وجدت فيها تفاعل كثير، هل هي منطقة القطيع أم من خارج المنطقة؟ كل من اللي يتابعوني في منطقة القطيع وغير ذلك، الحديدة والمدينة المنورة كل محل كلهم يتابعوني. وتحية لأهل مصر كمان، هم اللي يحفزوني، هم اللي يتابعوني كلهم. نعم. بما أنك تحب مجال الكوميديا، يعني أكثر موقف ظريف حصل لك في حياتك ما هو؟ أكثر في حياتي والله أكبر. يوم ما بدأت المد المادر في في لقطة التركيز، وأنا أسوي أنا حركة لما أنا الحركة الواحد صاحبي دفعت فرادي بالماء، أنا بعمل فراده دفعت فرادي بالماء تربع أول من الفيلم هذا. يعني كان هذا الموقف أثناء البث المباشر؟ أثناء المد المادر، أثناء المد المادر عندي واحد صاحبي دفعت. يعني كان موقف يعني محرج جدا. إذا الحسيني، بما أنك شاب طموح مكافح، أنت الآن تدرس دراستك الجامعية في صنعاء، كيف تربط بين الدراسة وبين يعني دخلك اليومي؟ يعني ما هو المجال الذي تعمل فيه من أجل توفر مصاريف الدراسة؟ دخلي الحمد لله بالحال. مدرس جامعة يعني أروح الصباح الساعة 11 جمعية دوام الساعة 12، أروح لما الساعة 12 ما عملي من مقدمة المطلوب. نعم. نعم، مقدمة المطلوب. والحمد لله بالحال تمني المطالب والنسبة للإيجار حق السكن وحق الجامعة كمان. يعني أنت في سكن إيجار ما هو سكن جامعي؟ لا، من الإيجار ندفع كل دخلك من الدراجة النارية يوازي مصروفاتك اليومية؟ الحمد لله بالحال وازن يعني بحط الذهب يوم هكذا يوم هكذا القاتل الحمد لله. حسيني، بماذا تنصح جميع الموهوبين الذين يمتلكون مواهب متعددة؟ نصيحة اللي قدرة مع الموهبة بداية تنسيق الانضباط، ما في أي مشكلة، سواء الطوقة بالتمام سواء الطوقة هكذا، هذه تقدم محتوى جميل جدا. يعني يبدأ يقدم محتواه بأي طريقة؟ أي طريقة ما علي ما علي من أول من بداية طريقي لا يستهزئوا لازم بدأ حبة أثناء أنا بالطبع. دائما الإصرار والعزيمة دائما توصلك إلى الهدف. إذا الإنسان ينظر إلى خلفه أو ينظر إلى كل المحبطات لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يقدم أي هدف. إذا الحسيني، أخيرا رسالتك الأخيرة اللي تحب أن توجهها لكل الجمهور الذين يتابعون هذه الحلقة الآن. أود كل متابعيني وكل محبيني شكرا لكم على المتابعة والدعم لكم والتشجيع لكم.
إذا هي تحية أيضا منا لكم كل متابعينا ومتابعي هذه الحلقة على كرم الإصغاء وحسن المتابعة لهذه الحلقة. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وموهوب جديد، كما هي التحية موصولة أيضا من طاقم العمل خلف الكواليس في التصوير والإخراج الأستاذ محمد البرعي، ومني أنا مقدم هذه الحلقة أيوب هادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.